نعم هناك حرب. بعض يقول لك ابن زديرة تهضرون عن الحرب، هي وراء الحرب. دركا نقول لكم وراء الحرب. الحرب موجودة. الجزائر تخوض حرب للدفاع عن نفسها أمام الاعتداءات المتكررة من جانب النظام المغربي الجبان. لماذا الجبان؟ سأشرح لماذا، أشرح لكم بالتفصيل واحدة واحدة، لكن دعونا نروح في البداية إلى ما تشهده المغرب على المستوى المحلي في المغرب أو على المستوى الأوروبي. رئيس الوزراء الإسباني زار المغرب، ولكنه لم يستقبل من قبل الملك المغربي. يعني المعلومات الرسمية أنه لم يستقبله الملك المغربي. السؤال مطروح: لماذا رفض الملك المغربي استقبال الضيف الإسباني، الوزير الأول الإسباني الذي جاء في زيارة رسمية؟ واستقبله رئيس الحكومة المغربي وداروا محادثات تعتبر الأولى بعد أزمة ما يسمى أزمة غالي إبراهيم رئيس الجمهورية الصحراوية. إذن رئيس الوزراء الإسباني يزور المغرب والملك المغربي يرفض استقباله. هل هذا العنوان صحيح؟ يعني نقدر نقول أن الملك المغربي رفض استقبال الوزير الأول إسباني؟ الجواب لا. إذن أين هو المشكل؟ المشكل أو السر هو أن الملك المغربي عاجز عن أداء مهامه الرسمية. لا يستقبل ضيوف، لا يظهر أمام الإعلام، لا يشارك في ملتقيات، لا يشارك في ندوات، لا يشارك في مؤتمرات دولية، لا يحضر لقاءات رسمية، لم يقم بزيارة رسمية، لم يشارك في أي ملتقى دولي، ولم يظهر للعلن منذ جوان الماضي من السنة الماضية 2022. منذ جوان 2022 الملك المغربي غائب عن الساحة. كان يعالج في فرنسا، والأطباء يعني وجدوا أنه علاجه يعني في مراحله الأخيرة، يعني لم ينفع معه العلاج، لأن الأمراض اللي عنده أمراض مستعصية طبعا، وهي أمراض زاد عليه الحال مثل ما نقولوا، خاصة مع المرض الخبيث اللي عنده، اللي وصل لمرحلة نهائية تقريبا حسب التقارير الإعلامية والأمنية المسربة من محيطه في المغرب. كي نقول محيطه في المغرب سواء كان في فرنسا أو في المغرب، يعني من الحاشية فيه تسريبات أن الأطباء نصحوا الملك ونصحوا حاشية الملك بنقله إلى المغرب، وينتقل معه طبعا فريق طبي، ولكن يبقى في المغرب أحسن لأن وضعه الصحي ميؤوس منه. منذ تلك الفترة لم يظهر الملك بصفة رسمية. آخر ظهور للملك كان يوم استقبال الفريق المغربي الذي عاد من قطر من كأس العالم، استقبله. هذا آخر أو أول ظهور له منذ جوان، وكان في وضع صحي مثل ما شفتوه، باين أنهم يعني معمرينه دوبينه مليح مليح باش يحكم على الأقل 10 دقائق ولا ربع ساعة أمام الكاميرا يصوروا ثم يختفي. شفتوا حتى في وجهه يعني ناقص، باين أنه وضعه واحد مريض بالسيدة، عنده مرض فقدان المناعة. إذن آخر ظهور للملك كان يوم استقباله لأعضاء الفريق المغربي، من ثم زادش ظهر، لم يشارك في أي نشاط
رسمي، حتى هذيك اللقاءات اللي يقول لك اجتماع الحكومة ولا اجتماع الملك مع الوزراء، وكلها صور مفبركة وقديمة يتم الملك مع الوزراء، وكلها صور مفبركة وقديمة يتم تركيبها. إذن لا يستطيع الملك المغربي أن يظهر أمام الإعلام الإسباني ويستقبل رئيس الوزراء الإسباني. ورئيس الوزراء الإسباني لأنه منتخب وتراقبه المعارضة الإسبانية لا يستطيع أن يقابل الملك على انفراد، لأنه المعلومات اللي وصلتني أن حاشية الملك طلبت من رئيس الوزراء الإسباني يعني زيارة الملك في قصره على انفراد، يعني يدخل للملك بدون إعلام بدون كاميرات، فقط يجلس معاه يعني مجاملة، يستقبله 5 دقائق ولا 10 دقائق ثم يروح. هو رفض، قال له أنا ماشي جاي نزور في مريض، مانيش جاي نزور في صاحبي، أنا رئيس حكومة إسبانيا، دولة ديمقراطية، عندي معارضة، عندي إعلام، وفد إعلامي معايا. كي نروح وحدي واش معناتها؟ يقول لك راح ينيغوسي، راح يدي تشيبا، راح يدي شكارة، واش راح يدير؟ إذن رئيس الوزراء اعتذر يعني بأدب، قال لهم لا مادام مريض وما يقدرش كذا سمحوا لي منا. لكن الحاشية كانوا يعني يريدون تنظيم زيارة لرئيس الحكومة الإسباني مع الملك، زيارة سرية بدون إعلان، لكن رفض مثل ما قلت طريقة دبلوماسية. وهذا ما دفع يعني الإدارة المغربية أو البلاط المغربي أنه ينزل بيان يقول فيه أن الملك يقدم دعوة لرئيس الوزراء الإسباني بزيارة المغرب في أقرب الآجال. سيد عندك في الرباط، سيد عندك في المغرب يدور ويجتمع مع الوزير الأول، ما استقبلتوش وما تلقيتش معاه وما ناقشتش معاه يعني القضايا العالقة ما بين المغرب وإسبانيا، ومن بعد تقول له والله نعرضوك، هي راني عندك فتعرضني يا سيدي، هاك عرفتني وجيت نفحت لي انا نجي السمانه الجايه. هذا رئيس الوزراء الاسباني يقول تستقبلني. فقط حبوا يقولوا بلي معناتها هذه الزياره هي زياره مبرمجه من قبل مع الوزير الاول المغربي رئيس الحكومه المغربي، اذا الملك يقدم دعوه لرئيس الوزراء الاسباني بزياره رسميه في اقرب الاجال، يعني كي نقولوا اقرب الاجال معناتها 6 شهور ولا عام ولا عامين. اذا قضيه مثل ما نقولوا الماتش مبيوع مفروغ منه. الملك المغربي عاجز عن أداء مهامه وغائب عن الساحة، وهذا الأمر يزعج صناع القرار في المغرب. نعم يزعجهم في المغرب. شكون هذا الديناصور هذا؟ أنا كتبت لك قلت كان يبث مباشر، لا تفرج فيا تزيد تعيط لي نسبك ونفضحك ننشر التليفون تاعك قدام الناس لأنك راك ديرونجي فيا. قلت أنه الملك المغربي غائب عن الساحة، عاجز عن أداء مهامه، وهذا الأمر يزعج صناع القرار في المغرب. عندما أقول صناع القرار في المغرب الآن ندخل في إشكالية من يحكم المغرب. من يحكم المغرب الآن؟ للأسف الشديد أقولها بكل حسرة وألم، الذي يحكم المغرب الآن هم مستشارين من تل أبيب. نعم يعني هم مستشارين من تل أبيب، جاء بهم أزولاي يعني كبير السحرة، كبير المستشارين، اللي هو الآن أصبح عاجز نفس الشيء نظرا لكبر سنه وفقدانه للذاكرة ودخل في الزهايمر وكذا. إذن أزولاي طلب مستشارين شباب ناشطين
طلب مستشارين يعني متخصصين في كل المجالات الأمنية الإعلامية السياسية الاقتصادية، وهم الآن اللي راهم يسيروا شؤون المغرب في البلاط المغربي تحت إشراف مباشر من أزولاي الذي يعلم الملك طبعا، وتحت مراقبة إشراف أزولاي ومراقبة الحموشي اللي راه عنده الآن نفوذ قوي. هو مدير المخابرات الداخلية والأمن الوطني، الشرطة لابوليس مع المخابرات الداخلية، اللي هو الحموشي، اللي عنده علاقة يعني طيبة ومباشرة مع مستشار أو كبير المستشارين اللي هو أزولاي، مع صغار المستشارين اللي جاوا جدد اللي راهم يسيروا شؤون المغرب. التدخل الصهيوني الإسرائيلي في الشأن المغربي والوجود القوي للوبي الصهيوني في المغرب بات يزعج مثل ما تكلمت أمس دول الاتحاد الأوروبي. نعم، والآن نواب الاتحاد الأوروبي طبعا بإيعاز من دوائر ضيقة ولاو يخرجوا اللعيب، ولاو خارجين فيها كما نقولوا احنا طاي سبربوحي، يعني ولاو ينتقدوا في سياسة بلدانهم أمام البرلمان، بعد ما شفنا قبل أسابيع الضجة التي فجرتها طبعا مصالح الأمن البلجيكية أو الأوروبية وإدانة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي مع مجموعة من النواب اللي قال أنهم تلقاوا رشوة ويتلقاوا يعني ضغوطات مادية ومعنوية وابتزاز من قبل السلطات المغربية للتصويت لصالح أو ضد المغرب في ملفات عندها علاقة بالصراع المغربي الصحراوي. شوفوا أنه مثلا تابعوا معايا مثلا التصريح لنائب في البرلمان البلجيكي اللي يتكلم كلام واضح وصريح يقوله عشرات النواب الأوروبيين في دولهم، خاصة في بلجيكا وهولندا، أين يعني يتواجد اللوبي أو الضغط المغربي الكبير. يعني النفوذ المغربي موجود في البرلمان البلجيكي والبرلمان الهولندي، وجالية كبيرة مغربية في هولندا وفي بلجيكا تصنع الحدث وتؤثر على القرار السياسي في هاتين المملكتين، مملكة بلجيكا ومملكة هولندا. سمعوا معنا هذا التصريح لهذا النائب ثم نعود للنقاش. De koning van Marokko heeft 2 privévliegtuigen, heeft 600 auto's, zijn er heel wat meer dan u, ik geef het toe, heeft 1 miljoen horloges. En 2 jaar geleden heeft die koning nog een stulpje van 1000 vierkante meter gekocht in Parijs, nabij de Eiffeltoren. 2 miljoen euro, meneer Jan Bon, dat subsidiebedrag dat u aan Marokko geeft, dat is dus het bedrag dat die koning van Marokko op amper 2 dagen tijd uitgeeft aan zijn 1100 dienaren in zijn 12 megalomane paleizen. Ik herhaal de vraag, vindt u dat normaal, minister-president Jan Bon? Welke politicus in dit parlement kan dit normaal vinden? Besteed deze 2 miljoen euro aan onze mensen, niet aan Marokko. كلام يعني طبعا مهم وخطير يدلي به هذا النائب البلجيكي في البرلمان، يعني كلام مهم وخطير. يقول أن هذا الشخص ينفق ملايين، السيد عنده طائرات، عنده سيارات، أسطول سيارات، عنده قصور، عنده يصرف ملايين على الخدم، وانتم تساعدوا فيه المساعدات الأوروبية التي تذهب إلى المغرب. وهي بالفعل المساعدات التي يتلقاها المغرب أو الشعب المغربي من دول أوروبية، من أمريكا، من دول الخليج خاصة السعودية، يتلقى المغرب مساعدات بالملايير. يعني ممكن في كل سنة يتلقى ما يعادل 2 مليار دولار مساعدات ما بين السعودية وأمريكا والاتحاد الأوروبي، يقدموا مساعدات للمغرب، مساعدات مباشرة
بدون مقابل، يعني ماهيش قروض، طلبة يعني يطلبوا فيهم يعطوهم 2 ملاير دولار في السنة أو أكثر، ممكن أكثر، بالإضافة إلى الاستثمارات، بالإضافة إلى القروض، بالإضافة إلى أمور كثيرة، لكن مساعدات طلبة، يعني واحد يطلب يعطوله 2 ملاير دولار طلبة. في هذو 2 ملاير أكثر من نصف المبلغ يروح لحسابات خاصة بالملك، خسرها ما بين مثل ما قال هذا النائب طائرات خاصة، قصور، خدت الملك تشري قصر في لندن، قصر يشري في باريس، مثل ما أعطيتكم الصور، قصر الأمير السعودي اللي شرى عليه الملك وكان يقضي فيه أيامه لما كان في باريس، في قلب باريس، بالإضافة إلى قصر في شمال فرنسا اللي هو قصر الوالد نتاعو، بالإضافة إلى قصور كثيرة في كثير من الدول سواء في إسبانيا أو فرنسا أو إسبانيا. إذن المساعدات الأوروبية للمغرب لا تذهب لمن يستحقها، وهذا ما يؤكده هذا النائب، وتقارير أمنية كثيرة، تقارير أمنية سياسية واقتصادية أوروبية. إذن هذا الكلام ليس بجديد، يعني هذه المعلومات ماهيش شيء جديد ظهرت عند النواب الأوروبيين وبالنسبة لهم اكتشفوها جديدة، لا، هذه المعلومات موجودة منذ عقود، حتى من أيام الحسن الثاني، نعم، من أيام الملك الآب، مساعدات تروح للشعب المغربي لكن تحول عن مسارها. لماذا؟ السؤال المطروح، لماذا انتفض النواب الأوروبيين الآن، وخاصة النواب، هذه مهمة جدا، المناهضين للكيان الصهيوني؟ لأنه كاين لوبي في دول الاتحاد الأوروبي ما يسمى بالوطنيين أو القوميين. القوميين الأوروبيين في إسبانيا، في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا يرفضون الهيمنة الصهيونية على العالم، ويرفضون التواجد الإسرائيلي في أوروبا والسيطرة الإسرائيلية في أوروبا، خاصة في بلجيكا أو في هولندا أو في فرنسا أو في كثير من الدول. إذن هؤلاء النواب الوطنيين أو النواب القوميين الذين يدافعون عن القومية البلجيكية أو الهولندية أو الفرنسية يرفضون العرب، يرفضون اليهود الإسرائيليين، ويرفضون أي أجانب، أي أجانب. مثلا في فرنسا مارين لوبين يكره اليهود، ما يحبوش اليهود، مثل ما يحبوش العرب وما يحبوش المسلمين، يعني ما يحبوش المهاجرين أو الأجانب الذين يسيطرون على ثرواتهم ويتوغلون في دوالب الحكم عندهم، يرفضون. إذن مثل ما هو موجود في فرنسا حزب لوبين وجماعة المتطرفين، نفس الشيء في بلجيكا وفي هولندا، يرفضون التواجد العربي، التواجد الإسلامي، التواجد اليهودي. يعني بالنسبة لهم الأتراك والإسرائيليين نفس الشيء، ما نقبلوش. وهذا التيار موجود حتى في ألمانيا، تتواجد جالية كبيرة تركية، الألمان يرفضونها، لكنهم بالمقابل يرفضون اليهود، يقول لك حتى الإسرائيليين ما نقبلوش اليهود. إذن عندهم عداء لهذه الأقليات. إذن هذا النائب أعتقد، أنا لا أعرفه طبعا، لكن أعتقد أنه واحد من هذا النواب الذين يرفضون التواجد الصهيوني، وجاته فرصة أنه يضرب عصفورين بحجر، يتهجم على المغرب ويتهجم على التواجد الصهيوني في المغرب. لأنه مثل ما قلت لكم بالأمس، التواجد الإسرائيلي في المغرب يزعج أوروبا، دول أوروبا على المدى الطويل، لأنه الآن التعاون الغربي الأوروبي مع المغرب تقريبا 80%. دول الاتحاد الأوروبي مثلا الناس اللي عايشين في بلجيكا، اللي عايشين في هولندا، يعرفوا أنه نسبة كبيرة من الاقتصاد المغربي ونسبة كبيرة من العملة الصعبة التي تصل المغرب تصل من هذه الدول، من إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا.
وبالخصوص بلجيكا وهولندا الذين يقيمون، الجزائريين اللي راهم ساكنين في بلجيكا وهولندا يشوفوا أنه يوميا فيه حافلات تقريبا ممكن 10 ممكن أكثر، في الصيف أكثر 20-30 حافلة تنطلق من هولندا، من أمستردام تنطلق حافلات أفواج تنزل بلجيكا بروكسل وتنزل ليل، تنزل باريس وتنزل إلى غاية المغرب عن طريق البر، يجوا مباشرة. نعم، من هولندا حافلات تنقل كل ما يعني كل خير، تنقل كل خير، يعني تجي سلع كثيرة وكثيرة جدا من الدول الأوروبية، تجي سلع كثيرة وكثيرة جدا من هذه الدول الأوروبية، هولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا إلى المغرب، وخاصة هولندا وبلجيكا. إذا المساعدات اللي تجي والأموال اللي تجي والجالية اللي تنزل من بلجيكا وهولندا إلى المغرب، يعتبروا البلجيكيين والهولنديين أنه هذا التبادل التجاري أو هذا الخير اللي راهو يروح على حسابه، على حساب الخزينة الهولندية. ثم يأتي المغاربة يربطوا علاقات اقتصادية بما فيها تنقيب على الغاز، على البترول، على المعادن، مثلا الاستثمار في ما يسمى بالأراضي المحتلة أو الصحراء الغربية، لأنه الآن في اتفاقيات شبه سرية، ليست سرية لكن شبه سرية، ما بين الإدارة المغربية وإدارة الكيان الصهيوني، أنهم ساعدونا في تحرير أو في السيطرة على الصحراء الغربية، ونعطيكم استثمارات، لأن الصحراء الغربية طبعا فيها ثروات طبيعية كبيرة وكبيرة جدا، يعني فيها على سواحلها فيها البترول، فيها الغاز، فيها ساقية وادي الذهب، يعني فيها أودية من كي نقولوا أوادي الذهب، يعني فيها ثروات باطنية في الصحراء الغربية، معادن وثروات كبيرة. إذا الإدارة المغربية يعني طمع الصهاينة أنه ساعدونا في السيطرة على الصحراء الغربية وإزعاج الجزائر اللي هي حجرة عثرة يعني في تحقيق الحلم المغربي، ونعطيكم استثمارات في الصحراء. إذا